مرحبا فيكم وإن شاء الله تكونوا بألف صحة وخير. بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. رح أقدم لكم اليوم هذا الفيديو المهم جدا لأهم النصائح يلي لازم كل أم عندها طفل تحسس تعرفها ببداية العام الدراسي. في بعض النصائح ممكن أمهات يعرفون وفي ممكن نصائح ما تعرفون تكون أول مرة بتسمعون، وخصوصا للناس يلي أطفالهم جديد بالحمية. فبتمنى هذا الفيديو يكون مهم ويكون مفيد لكم، وبتمنى تسمعوا للنهاية لحتى إن شاء الله تحصلوا على كل المعلومات اللي بتلزمكم لحتى بإذن الله يكون عام دراسي رائع وما فيه أي أخطاء بالحمية، ويكون كل شيء هيك تحت السيطرة. يعني بتقدروا تقولوا إنه هذا الفيديو عبارة عن نصائح من القلب للقلب. وأثناء ما أنا عم بحكي لكم هاي النصائح رح أحاول أحط لكم بعض من الوصفات المهمة كتير اللي بتقدروا تعملوها لأولادكم بالمدرسة، وكتير هيك بتفي بالغرض وبتكون مناسبة وطيبة بنفس الوقت. خلونا نبدأ بالنصائح. النصائح بتنقسم لثلاث أقسام. أول قسم هو أطفالنا، أول شيء نحن بنبدأ بأطفالنا. القسم الثاني هو النصائح المدرسية، أنا كيف لازم أتصرف بالمدرسة مع الكادر بالمدرسة وشو لازم أعمل. النصيحة أو النصائح القسم الثالث هو بيكون شيء بخص الأم، يعني نحن كأمهات شو المطلوب مننا وكيف لازم نتصرف ببعض المواقف. أول شيء وأهم شيء هو أطفالنا. أنا بالذات هاي النصائح رح تكون بالذات للأطفال الصغار بالعمر أو الداخلين جديد على المدرسة، يعني تقريبا بالمراحل الابتدائية اللي بيكون ما عندهم هالوعي القوي كتير. يعني لازم أنا كأم أبني علاقة كتير قوية مع طفلي، يكون في جلسة مصارحة بيني وبين طفلي قبل المدرسة، أو مثلا هلأ المدرسة صار لها كم يوم مبلشة، في دول مثلا صار لها أكتر شوي، ما في مشكلة. أنا بدي أبني علاقة وطيدة مع ابني، فبقعد يعني بحكي معه، بحاول إنه ما يكون في خوف بيني وبينه، ما يخاف إذا مثلا صار في خطأ بالحمية أو كذا، لأنه هو بالنهاية طفل، ونحن كبشر ممكن نقع بالأغلاط، ممكن يصير غلط بالحمية. فبدل ما هو مثلا يخاف يقول لي انه انا اكلت لانه انا رح بيعرف رح تكون ردة فعلي قوية، رح اصرخ، رح اعيط، رح اقول له ليش هيك عملت، انت ضريت حالك. لا، لازم يعرف انه انا بحبه، ولازم يعرف انه ممكن يصير هيك اشياء، لازم يعرف انه هو طفل كتير مميز. ولازم أفهمه هو إذا صار معه شيء مثلا أكل شغلة بالغلط أو اشتهى هيك نفسه، قالت له إنه أنت كل شغلة من عند رفيقك مثلا، يقول لي، يرجع لي ويقول لي، وأنا بحتضنه وبحكي معه بكل حب، بشرح له، بقول له يا ماما أنت ما بصير تاكل هاي الأشياء لأنه أنت بتأذي حالك إذا أنت اشتهيت، لأنه أنت معلش نحن إنسان بشر، نحن ممكن نشتهي. فأنت بتقلي ماما أنا مثلا اشتهيت على البيتزا، شفت رفيقي اليوم عم بياكل بيتزا اشتهيت عليها، أنا بعمل لك، أنت قلي بس وصارحني وما تخاف مني. أهم شيء نحن نكون أقوياء، حتى إذا نحن بقلبنا زعلنا وتضايقنا، مثلا إذا صار شيء مع طفلنا غلط بالحمية أو بكذا، نحاول نضبط أعصابنا، ما نخوف الولد، لأنه نحن مشاعرنا هاي اللي ممكن تكون سلبية أكيد بتنتقل لأطفالنا ويعني بتضايقهم. تاني شي بالنسبة للأطفال، أنا لازم أعمل على شخصيتهم، لازم أقوي لهم شخصيتهم، لازم دائما أنا ابني ما أحسسه والله أنه أنت محروم وأنت هاي الأكلة ما بتقدر تاكلها، لا، أصلا ما ضل شي اسمه حرمان. مع مثلا قناتي وكتير قنوات رائعة صار كل شي متاح وكل شي بنقدر نعمله، خلاص أنت يعني عادي مثل كل الأطفال. بالعكس انت طفل مميز، انا لازم دائما اشتغل على شخصية ابني واقوي له شخصيته واعتبره واخليه يحس دائما انه هو طفل مميز، انه انت دائما بتاكل الاشياء الصحية الطيبة المميزة، انا بعمل لك الاشياء بايدي لانه انا كتير بحبك، ما بطعميك اشياء هيك جاهزة فيها سكر كتير فيها كذا، لا، انا بعمل لك اشياء كتير صحية لانه انت طفل مميز، انت بتاكل اشياء صحية. لازم اشتغل على شخصية ابني لحتى هو دائما يكون قوي، يعني ما يحس بالنقص نهائيا، لا بالعكس هو يحس حاله انسان كتير رائع. لازم كمان أنا أفهم ابني هو كيف يتصرف بالمواقف، لأني أنا ما بقدر أكون دائما معه، مالي دائما موجودة معه، حتى مثلا دائما أقول له انتبه لا تعمل هيك، لا تأكل هيك، لا تخلي حدا يأكل من أكلك، مثلا ممكن يلوث لك أكلك، لا، فأنا لازم أفهمه بالبيت هاي النقط. نقطة كتير مهمة وممكن كتير ناس تغفل عنها هو موضوع المشاركة بالأكل. أنا ممكن مثلا أنا ابني لازم أفهمه إنه أنت ماما ما بتاكل من عند حدا أبدا، تاكل أكلك وبس، تمام، بس أنا ابني إذا حب مثلا ضيف رفقاته
او حدا من رفقاته مثلا استحلى هيك شي اكله من عنده او كذا وقال له انه ممكن اخذ من عندك، ما في مشكله، نحن بنضيف الاولاد بس بشرط لازم افهم ابني انه انت بتعطي الطفل من اكلك، ما بتخلي حدا يمد ايده على اكلك، لانه ممكن هذا الولد الثاني يكون مثلا ماسك بايده ساندويشه، ماسك بايده شيبس، بسكويت، قمح، اي شيء، فهو لما بحط ايده باكلك وبياخذ من اكلك هيك بلوث لك اكلك. فانت اي طفل بده ياكل من عندك او انت بدك تضيفه، انت ماما بتعطيه من عندك، بتاخد قطعه من عندك وبتعطيه اياها بايده للولد، ما بتخلي حدا ابدا يمد ايده على اكلك، انت بتاكل من اكلك، ما بتاكل من عند حدا ابدا، واذا حبيت تضيف حدا بتضيفه انت بايدك. هاي نقطة كتير مهمة وكتير ممكن الناس تغفل عنها وكتير بتأدي لتلوث، لازم كتير ننتبه عليها. وإذا كنتوا بتحسوا إنه أولادكم عندهم خجل من هذا الموضوع أو بيحسوا إنه هن ما بيحبوا يحكوا لحدا إنه هن مثلا متبعين هي الحمية أو أي حمية غذائية معينة، مو بشرط إنه قمح أو سيلياك أو هيك قصص، فأنا بحس إنه في نقطة كتير حلوة ممكن نحن نعملها. ممكن مثلا هيك نعمل برزنتيشن كتير صغير ونخلي ابننا هو يشرح للأطفال عن هذا الموضوع، عن حميته، إنه هو كيف بياكل، كيف الأشياء اللي ما بياكلها هي بتكون مثلا مو صحية، كيف هو بياكل الأشياء الصحية. ممكن نعمل له هيك شوية توزيعات بالبيت، ياخدها هيك مرتبة ويوزعها على رفقاته ويفرجين هو الأكلات الطيبة اللي بياكلها. كمان بتكون نقطة كتير حلوة وبتعزز ثقة الطفل بنفسه كتير، وبيحس إنه هو يعني مميز، لأنه الطفل لما بيحكي عن هذا الموضوع هو وبيشرحه هو بيحس هيك بثقة بالنفس، بيحس إنه هو قوي كتير. يعني هاي النقطة كتير رائعة وكتير مهمة له، وخصوصا لما هيك بيضيف رفقاته من أكلاته بيحس إنه هو وهيك بيشوف رفقاته إنه واو أكلاتك طيبين كتير. هاي النقطة بتلعب دور كتير رائع عند الطفل. وهدول كانوا أهم النقط يلي لازم أشتغل عليهم مع ابني قبل بداية المدرسة. وهلأ بننتقل للقسم الثاني من النصائح، واللي هو ما بيقل أهمية أبدا عن القسم الأول، هو أنا كيف بتصرف مع المدرسة، كيف بتصرف مع الكادر المدرسي. أنا بنصح كل الأمهات ببداية المدرسة أو بداية العام الدراسي يحكوا للمعلمة تبعت الصف أو أي آنسات بيكونوا مسؤولين عن هذا الصف، بحكي لهم عن الوضع الصحي للطفل، بحكي لهم إنه هذا الطفل مثلا عنده حساسية من هذا الشيء ما بيقدر ياكله، بحكي لهم إنه أنا بطلب منكم أنتوا كمدرسة أو كمعلمة إنه أنا ابني ما حدا ياكل من أكله ولا ياكل من أكل حدا، ياكل بس الأكلات اللي أنا ببعث له إياها على المدرسة. والأفضل أني أنا أحط بالمدرسة مع معلومات ابني أنه هو عنده حساسية من هذا الشيء. وإذا كان في كادر صحي بالمدرسة مثلا مسؤولة صحية أو طبيب أو أي شيء، كمان أنا أشرح له الوضع وأشرح له إذا صار في تلوث لا سمح الله كيف يتصرف أو شو الدواء المناسب لازم يعطيه، أو أنه أنا أقول له إذا صار شيء لا سمح الله تتصل معي أنا على البيت. في ناس بتكون أعراضها قوية أولادهم مثلا لازم مباشرة يكون في تدخل، فاتصلوا معي أو اعملوا كذا. يعني انتوا الشيء اللي بتحسوه او بتتصرفوه بالعاده مع اطفالكم تفهموه للكادر الطبي بالمدرسه وللمعلمات. النقطة الثانية والكتير مهمة بالمدرسة ممكن كتير أمهات يغفلوا عنها، خصوصا بالمدارس اللي ممكن تعمل احتفاليات كل فترة أو مثلا بنهاية الأسبوع يعملوا هيك توزيعات الأطفال يجيبوا معهم من البيت. فهون حابة أوضح أو هيك يعني ألفت نظركم لنقطة كتير مهمة. إذا كان المدرسة ممكن تعمل احتفاليات وتوزع أكل فيها للطلاب، فأنا هون بكون خلص أنا مخبرة الأنسة ومخبرة الكادر ومفهمة ابني، فإن شاء الله خلص هنا بيعرفوا إنه ما يطعموه. الشغلة الثانية إنه ممكن في أوقات مثلا بنهاية الأسبوع كل أسبوع مثلا طفل بيجيب هيك بسكويت على عدد الطلاب أو شوكولا على عدد الطلاب بوزع في كتير هيك مدارس خصوصا بالمراحل الابتدائية. فأنا طبعا أنا مفهمة ابني إنه ما بياكل أي شيء من برا نهائيا ومفهمة الأنسة، بس كمان ما بينفع إني أنا أقول له ما تاكل ويشوف كل الأولاد عم بياكلوا وهو قاعد، كمان هيك أبدا ما بيمشي الحال. فأنا شلون بتصرف أو كيف الطريقة الصحيحة لحتى أتصرف فيها؟ بجيب أنا لابني مجموعة من الأكلات يفضل هون تكون جاهزة لحتى يعني تضل فترة طويلة، مثلا شوية بسكويت هو بيقدر ياكله، شوية بونبون، شوية شوكولا، أي شيء هو بيحبه، وبحطه بعلبة وبخليه عند الأنسة بخزانة الأنسة. أي حدث طارئ صار، حدا من الأولاد جاب شيء، ممكن فجأة حدا من الأولاد يحتفل بعيد ميلاده مثلا يجيب كيك ويجي على المدرسة، بتصير كتير هيك أحداث. إذا صارت هيك أحداث قبل فترة أنا بطلب من الأنسة إنه إذا حدا من الطلاب خبرك إنه هو مثلا باليوم الفلاني عيد ميلاده رح يجيب كيك على المدرسة، خبريني أنا بجيب كيك لابني. ممكن حتى أنا أجيب كيك كبير وأضيف كل الأولاد مع ابني، ما في مشكلة.
أما إذا صار شيء طارئ مثلا نفس النهار الطفل جاب معه شيء بده يضيف رفقاته أحد الطلاب، فأنا بيكون أكلات ابني موجودة عند الآنسة، بتطالع أكلاته وبتحطهم مع أكلات الأولاد، وهو بيعرف ياخد أكلته لحاله، أو الآنسة بتقول له هاي حبيبي أكلتك أنت خدها. وهي النصيحة جدا رائعة، وعن جد أنا بعرف أمهات شخصيا اشتغلوا فيها وكانت جدا ممتازة. هيك الطفل ما بيحس حاله أنه هو مثلا يعني متضايق، أو الأولاد عم بياكلوا هو ما عم بياكل أو كذا. حتى لو أكلته مختلفة ما رح تفرق عليه على فكرة، بالعكس رح يكون كتير مبسوط. المهم هو عم بيشارك مع رفقاته. فدائما خلوا مجموعة من الأكلات اللي ابنكم بيقدر ياكلها عند الآنسة، وكل ما خلصت رجعوا خدولها للآنسة في حال صار أي شيء طارئ واضطرت تتوزع للأطفال، بكون عندها توزيعات جاهزة لأولادكم. شغلة كمان كتير مهمة بالمدارس، وممكن كمان كتير ناس ما تكون بتعرفها، هو الصلصال أو معجون الأطفال. هذا الصلصال أو معجون الأطفال بيكون مصنوع من طحين القمح. فانتبهوا كتير الناس اللي عندها حساسية من القمح أو سيلياك، يعني حاولوا تجيبوا لأولادكم معجونة خالية من الجلوتين، أو أنتوا تعملوها بالبيت. طريقتها كتير سهلة، أنا إن شاء الله قريبا رح أعملكم إياها، وحتى موجودة في كتير قنوات عملوها، وممكن تلاقوها كمان على يعني تلاقوها موجودة جاهزة بتقدروا تشتروها. فانتبهوا من هاي النقطة، خصوصا الأطفال الصغار ممكن مثلا يحطوا إيدهم بتمهم بعد ما يلعبوا، أو في ناس بتكون عندها حساسية جلدية. فانتبهوا من هاي النقطة. الصلصال أو معجون الأطفال هو عبارة عن طحين قمح. ونقطة كمان مهمة بالمدرسة، اني انا لازم اذكر ابني انه انت قبل ما تاكل بالمدرسة دائما غسل ايديك، لانه مثلا الاقلام ممكن حدا من رفقاته يمسكها، ممكن توقع بالارض، ممكن كتير بيصير احتماليات يعني للتلوث حتى بالجراثيم. يعني هي اي طفل عادي لازم نحن نفهمه دائما انه انت غسل قبل الاكل. يعني هي مو بس لاطفال التحسس، هي لكل الاطفال. وهيك بكون حكيت تقريبا عن اغلب النصائح المهمة بالمدرسة. هلأ بننتقل للنصائح يلي هي بتخص الام. انتي كأم لطفل عنده تحسس لازم تشتغلي على نقط كتير مهمة. أول نقطة أني أنا أحاول أعمل مثلا يوم بالأسبوع أعمل فيه كمية كبيرة من الأكل يلي بيتفرز، خصوصا إذا كانت الأم موظفة كتير بتفيدها هاي النقطة. حتى إذا كانت مالها موظفة مثلا، يعني الأمهات عندهم كتير مشاغل، فأنا بحاول أعمل يوم بالأسبوع مثلا أو يومين أو مثل ما أنتم بتحبوا، بعمل فيه كمية من التفريزات. بعمل خبز مثلا، خبز خالي من الجلوتين، بعمل شوية سمبوسك، بعمل رقائق، بعمل بسكويت، بعمل كيك، بعمل كتير من الأشياء اللي في إمكانية إني أنا أفرزها أو أخبيها أو تقعد عدة أيام، بعملها. بعمل كمية منيحة تكفيني عدد معين من الأيام. هيك أنا برتاح، ويعني ما بتعذب إنه كل نهار أقوم أعمل نفس الأكلات جديدة وكذا. لا، أنا برتاح والطفل بينبسط، بتكون أكلاته دائما جاهزة. أنا إن شاء الله رح أترك لكم بصندوق الوصف عدة وصفات كتير مهمة وبتقدروا تفرزوها، وكتير بتكون مفيدة ومريحة. بتطالعوها كل يوم بيومه وبتحطوها باللانش بوكس تبعت الطفل، بتكون كتير مفيدة لإلكم وسريعة وسهلة. وبنفس الوقت مثلا في أكلات أنا ممكن أعملها بالبيت تكون موجودة برا، مثل البسكويت مثلا، أو الأكلات هاي الطيبة اللي بيحبوها الأولاد. لما أنا بعملها بالبيت، بالإضافة لأنه هي بتكون اقتصادية وسهلة، كمان بتكون صحية. أنا بتحكم بكمية السكر، بتحكم بنوعية المواد المستخدمة، بتحكم بنوعية الزيوت المستخدمة. ممكن ما أستخدم سكر، ممكن أستخدم دبس، تمر، فواكه بالوصفة. فأنتوا لما بتعملوا بالبيت بيكون كتير الموضوع فيه خيارات، بتقدروا تعملوا أشكال كتير حلوة، أشياء مميزة للولد. وبالنسبة للشيء المادي، فيعني نحن لما عم نعمل بالبيت، أنا بالنسبة لقناتي وصفاتي أغلبها كتير اقتصادية، لأنه بنعرف نحن الحمية بتكون شوي مكلفة، فإن شاء الله وصفات كتير بتكون اقتصادية وسهلة وبتقدروا تعملوها بكل سهولة. والنقطة اللي كتير مهمة كمان ممكن تغفل عنها الأمهات، إني أنا ما بينفع أحكي لابني إنه أنت مثلا ما تاكل، يعني ما تاكل هاي الشغلة، ما تاكل من عند رفقاتك، ما تاكل شيء فيه جلوتين بالمدرسة، ما تاكل شيء من ورا ظهري، وأكون أنا بنفس الوقت عم ببعت معه لانش بوكس كتير عادية وباهتة، والأولاد كلهم مثلا جايبين أشياء كتير طيبة وأشياء هيك غلافاتها ملونة وكذا، وأنا أطلب من ابني لا، إنه أنت بدك تاكل هاي الأشياء الكتير عادية اللي أنا ببعتها معك. لا، لازم لانش بوكس ابني تكون مميزة، لازم أشتغل عليها تكون كتير مميزة، بحيث إنه هو ما يشتهي على أكلات غيره، خلص شوف أكلاته تعجبه كتير. بتقدروا كمان تشاركوا أولادكم بتحضير اللانش بوكس، تسألوهم إنه أنتوا مثلا شو حابين اليوم تاكلوا، إيش حابين أعمل لكم أكلات شان لانش بوكس. ممكن مثلا في مدارس يكون فيها غدا إنه أولاد يجيبوا معهم معكرونة، يجيبوا معهم ناجت، يجيبوا معهم هيك قصص. أنا بسأل طفلي إيش هي الأشياء اللي أنت حابب تاكلها، بشاركه وبنعمل مع بعض. ولازم تكون اللانش بوكس تبعت طفل التحسس كتير مميزة.
طبعا انا ما بقصد المبالغة، بس بقصد انه هو لازم ما تكون لانش بوكس تبعيته اقل من غيره او عادية والولاد الباقيين الوان واشكال، لا لازم تكون كتير حلوة وكتير تعجبه. هو شو بيحب انا اعمل له. وحتى ممكن هو يشاركني بتحضير الوصفات، مثلا يشاركني بالبسكويت اللي عم بعمل له اياه نعمله مع بعض ويشكله بالاشكال اللي هو بيحبها، نعمل كيك مع بعض، نعمل ميني بيتزا مع بعض. هدول الاشياء مثلا ميني بيتزا بتتفرز، بنعملها وبنجهزها مفرزه. كل نهار بحط له شغلات معينه، نهار بحط له فطاير، نهار بحط له بيتزا، نهار بحط له بسكويت. عندي يكون خيارات كتير متنوعه وكتير حلوه، وبما انه هو شارك فيها او عطى رايه فيها رح تكون كتير تعجبه. لازم اهتم باللانش بوكس تبعت ابني. وفي كتير امهات بلاحظ انه بيستصعبوا شوي، انه بيقولوا الاشياء الخالية من الجلوتين غالية، ومثلا الوضع الاقتصادي الوضع المادي كذا. لا انا بقولكم انه انتم بتقدروا تعملوا بابسط المكونات وابسط المقادير، بتقدروا تبدعوا، بتقدروا تعملوا مثلا البسكويت والكيك من ابسط انواع الطحين بتصير معنا ان شاء الله، لو كان طحين رز بس. فانتوا لا تتقيدوا بشيء، اعملوا بالاشياء المتاحه عندكم. وانا مثل ما قلت لكم ان شاء الله بقناتي دائما راح يكون في وصفات كتير اقتصاديه وكتير سهله وبسيطه وبتلائم يعني كل الناس. واهم شيء نكون قريبين من اطفالنا، نحاول نفهمهم انه اذا هن ما اتبعوا الحميه او اذا اكلوا من ورا ظهرنا انه هن بيكونوا عم بيأذوا حالهم، حتى لو نحن ما عرفنا، بس انتم بتكونوا عم تأذي حالك. ماما بطنك بتصير بتوجعك، ما بتعود بتكبر، ما بتطول، ما بتصير كبير. يعني انا احاول اجي على عقل الطفل بدون ما يعني اعصب عليه او يصير هيك مشاحنات بيني وبينه. لازم دائما اكون قريبه من طفلي. ومثل ما خبرتكم هلا انا رح اترك لكم بصندوق الوصف روابط لفيديوهات من قناتي لوصفات كتير بتفيدكم، مثل مثلا وصفات حمص صحي، وصفات حمص افوكادو كتير صحي بتقدروا تدهنوه للاولاد، كتير طيب وبنفس الوقت هيك بيعطي الوان حلوه. رح اترك لكم روابط لوصفات بسكويت بتشكيلات حلوه، مثل بسكويت الخروف مثلا، بسكويت الوجوه، كتير في اشياء حلوه ممكن تعملوها. حتى البرازق ممكن تعملوها لانه كمان هي كتير صحيه، مكسرات وسمسم واشياء يعني طيبه للولد، بنفس الوقت يعني بيكون هيك فيها شيء صحي وطيب. تقدروا تعملوا سمبوسك، فطاير، كتير اشياء ان شاء الله رح اترك لكم اياها. ورح اترك لكم كمان شويه وصفات بدون سكر كمان كتير بتكون مميزه وحلوه للاطفال. حاولوا تنوعوا باللانش بوكس تبعت الطفل، تعملوا فيها يعني تقسموها لعده اقسام، قسم يكون فيه خضار الياف، قسم فيه كربوهيدرات، قسم فيه بروتين، لحتى تكون لانش بوكس الطفل متكامله. ما بس والله انا مثل اللانش بوكس المنتشر هلا على السوشيال ميديا انه كتير حلوه وكتير ملونه بس ما فيها شيء صحي، كلها عبارة عن سكر. كمان رح اترككم ان شاء الله فيديوهين انا عملتهم للانش بوكسات، خيارات لانش بوكسات صحية كمان ان شاء الله رح تفيدكم كتير. يعني بالخلاصة نحن كأمهات نكون مجهزين بسكويتات الطفل، مجهزين الكيك تبعه، مجهزين الفطاير، مجهزين الخبزات، مجهزين الصلصات، مجهزين جبنة، حتى جبنة على فكرة عملت لكم اياها، الجبنة الكريمية الصحية كتير طيبة، بنصحكم كتير جربوها. كمان رح اترك لكم الرابط. بنكون مجهزين كل امورنا ومفرزينها وعاملينها وحاطينها بالبراد، كل يوم بنطالع للطفل وبنعطيه بدون ما نتعذب وبدون ما كل يوم نعجن ونخبز وتصير يعني عبء علينا. خلاص بيكون كل شيء جاهز وكل شيء مرتب، هيك بنرتاح نحن وبيرتاح الطفل، وان شاء الله بكون عام دراسي رائع وما فيه اي شيء هيك يعني يزعلنا او يضايقنا او يتعبنا. وهيك بكون إن شاء الله حكيت عن أغلب وأهم النصائح يلي بتلزم لبداية العام المدرسي، إن كان من المدرسة أو من الأم أو من الطفل. بتمنى يكون الفيديو مفيد لإلكم، وبتمنى تشاركوني آرائكم بالتعليقات، وهيك نتناقش مع بعضنا بالنقط يلي ذكرتها، أو في نقط ممكن أكون ما ذكرتها ممكن نتشارك فيها مع بعض. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإذا حبيتوا حابين تشوفوا وصفات تانية خالية من الجلوتين ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس على الجميع لحتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وما تنسوا تشتركوا بقناتي وتعملوا لي لايك وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفيد منه أكبر عدد من الناس. وبنهاية الفيديو بحب أوجه تحية لكل الأمهات الرائعات، وبحب أقول لكم أنتم أمهات كتير قويات وأنا كتير فخورة فيكم.